يا صباح الخير. طبعا الجو سقع خلاص والشتا خلاص دخل علينا وقاعدين مكسرين، اليوم بيجري بسرعة جدا. تعالوا نعمل حاجة سهلة وبسيطة وبالظبط تخلص في 10 دقايق. عملنا كيكة حلوة جدا، من جوه شوكولاتة ومن بره شوكولاتة وفوقيها بس شوية من الكريم شانتيه. عامل شغل لذيذ جدا. تابعي معايا الوصفة، ولو عجبك الفيديو ما ننساش الفولو واللايك والشير. اول حاجه طبعا هيكون معايا الطاسه، هبدا ان انا انزل كده بمعلقتين كبار من السمنه، وكمان هبدا انزل بمعلقتين كبار من الزيت. حابه ان انت تحطي كله سمنه كله زيت مفيش اي مشكله. وهبدا ان انا انزل الكاكاو بتاعي الخام. حطيت 3 معالق من الكاكاو. بعد كده هبدأ ان انا انزل على طول ب5 معالق من السكر المطحون. حابة ان انتي تحطيه كده مفيش اي مشكلة، بس اتأكدي ان كله داب مع بعضه. تمام. وبعد كده هبدأ ان انا انزل ببضاية واحدة بس، وهبدأ بقى ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعضه. وهنا خلاص بعد ما قلبنا واتأكدنا ان السكر بتاعنا داب وكل حاجة كانت تمام، هبدأ ان انا انزل بربع كوباية من اللبن. تمام. وهنزل على طول من 5 ل6 معالق من الدقيق. كل ما تحطي الدقيق بتاعك وتحسي ان الكيكة بتاعتك سمكها مش تقيل ومش خفيف، ده القوام اللي احنا عايزينه. حسيت ان هي خفيفة، حطي معلقة كمان وشوفي هتكون عاملة ازاي. وقلبنا وحطيت شوية من البيكنج باودر، وحطيت رشة صغيرة جدا من البيكربونات. وبدأت ان انا مسحت الاطراف خلاص وسبتها على نار هادية جدا لمدة 15 دقيقة او 20 دقيقة، وكانت معايا بالشكل الفظيع اللي انت شايفاه ده. كمان الاطراف بتاعها مش لازقة، كانت حلوة جدا جدا. هنسيبها بس لحد ما تبرد نهائي، ما يكونش فيها اي بخار او يكون سخن. تمام. بدأت ان انا امسك الخلة وادخلها كده عشان اتأكد ان هي استوت معايا. وهنا خلاص بقى نقدر نقول ان الكيكة بتاعتنا كانت بردت تماما. هبدأ ان انا اقلبها بقى في طبق كده، طبق التقديم بتاعك اللي انت هتقدمي فيه. حابة ان انت تقدمي في الطاسة دي مفيش اي مشكلة. حطيت صوص الشوكولات اللي انا كنت عاملاه معاكم في القناة على الشوكولاتة من فوق، ان انا اعمل خطوط كده مطولة على الكيكة بتاعتي. كنت هعمل اللي هي الوردة ديت، بس حسيت ان هي مش هتكون حلوة خالص. بدأت ان انا شلتها وحطيت مكانها شوكولاتة وكملت عادي جدا. وبس كده هجيب بقى الخلة بتاعتي وهروح واجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا خلاص كانت جهزت معايا. عايزه تحطيها في التلاجة تجمد شويه مفيش اي مشكله، انا ما استنيتش عليها لاني كنت محتاجه اكل حاجه مسكره جدا. بدات ان انا اقطعها بقى. تعالوا نشوف الجمدان ده كان عامل ايه. بجد طعمها حلوه جدا جدا، وبالظبط بتخلص معاكي في 5 دقايق او 10 دقايق بالكثير. حلوه ولذيذه، وكمان طريه جدا. وكمان بدل ما احنا قاعدين مكسلين ومش عايزين نعمل اي حاجة، دي هتعجبكم جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واهم حاجة ما ننساش الفولو واللايك والشير. باي باي.